اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم. صباحكم نادي بنور الله. يلا النهارده جوله جميله ما شاء الله كده على الريف وجمال الريف. تعالوا كده اسمعوا الفيديو للاخر، شوفوا الجمال اللي هتشوفوه النهارده. صراحه ربنا حاجه تشرح الجنة. شايفين البط من الحر نازل كده في الترعه وعمال يبطبط بقى ومبسوط، وزي ما انتم سامعين كده المكاكيه بتاعته. بالله عليكم اللي يدخل على الفيديو يعمل لايك وتعليق لهنا، ربنا كده يديمكم نعمه في حياتكم. تعالوا كده يا اولاد شوفوا الريف وجمال الريف. شوفوا كده الميه الصافيه والرايقه دي، ميه بحر يا اولاد. والبط بقى يا ولدها من الحر طالع وسارح، وبسم الله ما شاء الله على المنظر الجميل ده. خلي بالكم يعني ده مش بتاعنا الناس اللي على الترعه على طول هم اللي بيطلبوا البط ويسيبوه كده. البط ما شاء الله ما شاء الله عليه، تحس كده انه منور منور. شايفين لون البط وصفاء صافي كده ولونه ابيض ناصع، والذره بقى والشمس والاشكال الجميله ديت. يلا اسمعوا الفيديو الاخر. رايحين فين؟ رايحين فين؟ تعملوا ايه؟ نعوم. رايحين نغسلوا غله. رايحين نعملوا ايه؟ طب انتوا راكبوا ايه دي؟ عربية. راكبة عربية مين يا كن؟ يا لدواء يلا يا ولاد تعالوا خدوا جولة جميلة معانا كده النهارده. رايحين نغسل شوية غلة. تعالوا شوفوا الجمال او قدام المغرب. الشمس كده خلاص، شايفين غروب الشمس. اللهم صل على النبي. لا مدايرين ابوك الصبح تقول انا مدورة. اللهم صل على النبي يا ولاد. تعالوا شوفوا المواتير وجمالها. نغسل الغله. اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم كده الايام بخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه رايكم في صوت الميه دي؟ صوت جميل. سامعين؟ خرير المياه، خرير المياه. موتورين اتنين كده دايرين، والميه ما شاء الله ما شاء الله. الميه دي يا ولاد بحاري بحاري. شايفين الذره؟ المكان كله زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي. خدوا بالكم بقى من غروب الشمس. شايفين غروب الشمس؟ شايفين المنظر الجميل ده؟ ما تنزلهمش يا ابراهيم، استنى. يلا يا كيان ما تخافيش. كيان نزلت اهي. كيون كيان بص يا كن بنت يا كيان تعملي ايه؟ تعالي هنا. العيال فرحانين بقى. رايحين فين؟ يقول لك رايحين نستحموا. ما احنا رايحين البحر. شفتوا البحر بتاعنا بقى اهو، ميه رايقه وزي الفل. جبنا الغله، هننزل الغله ونغسل. تعالوا نشوف هنغسل ازاي. اسمعوا الفيديو للاخر. الفيديو بسم الله ما شاء الله عليه في الجو الريف الجميل. يا اولاد بنفتح الشفاير واحنا هنا بنغسل في الغلجان، مش زي عند البيت في التشطيه والمصفى وكده. لا بس يا ابراهيم استنى كده. هات بس هات الغلجان. هات الغلجان. بنغسل يا اولاد في الغلجان. الخوص ديت بتبقى مخرمه، بتعوم معانا تنزل الميه من الغلط. احنا بنفضل بس عشان مش نضيف. واللي بيعمل زينا كده يقول لنا في التعليقات. يعني في ناس كتير بتعمل زينا وخصوصا الارياف. هات يا نغم غلق نضيف. خدي يا هبه اغسلي ده الاول. استنى تتصدي. يلا هات يا رضوى انا اهو. تعالي نغسل. خدي يا هبه اغسلي ده الاول. الغلجان عشان مركونه بقالها فتره تحس كده انها مش نضيفه. حط كمان شويه يا ابراهيم عشان ما يبقاش تقيل. بس على ما نجربه كده اول ايه. هات ناو كمان شويه. لما بتجيبنا على ناحيه العيال. انزلي يا نغم يلا. اديها الغلق ده يا هبه يلا. ده هم بقى يطلعوا قدام. مالكيش دعوه بالعيال. سيبها اديها لنا غام. خد يا نغم. خد يا ابراهيم اهو. لو عينا من العيال وضعت ولا هي المفروض. خد يا ابراهيم. استني يا كرمه الحيطان بقى. عمال تيجي دلوقتي. ودوهم وراك. هنوديهم قدامكم انا دلوقتي. بقول لك ودوهم قدام. فضوا بقى كده يا اولاد وما تكتروش. بس اول مره كده هنجرب او اول غلط. اللهم صل على النبي. فضي بقى يا ابراهيم اهو. غسلنا الغلط اهو. فضي. خلي بالك يا رضوى وتجيب شايفه. بس يا ابراهيم بس على قد امك. امك ضحكانه مش زي اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنموا بقى يا اولاد. عدوا يا اولاد هناك ورا كده. لا عدوا عشان عماله تيجي. عدوا ابراهيم قدام كده. اعملي باي باي انا. يلا يا ولاد تعالوا بقى. تعالوا جربوا بقى هنا يا رب. الحاج ابراهيم. والله ما صدق. يلا الله. خلي بالكوا ده الماء ماشيه يا ولاد. لما بتجيب الواحد على ناحيه
خلوا بالكم بقى انتوا ماسكين الغلبان ده تمشي من يمين. كلمت وشك كده عشان الغلبة كل دي؟ يوم عشان الكتب اللي بس يا ماما بقى يلا يا ولاد كده اللهم صل على النبي. لا والغلة تمشي منكم عوموا بالراحه. عارفين احنا كنا عايزين ايه؟ لا مش هينفع كده، احنا عايزين طوبه كل واحده طوبه تحطها تحت الغلة. يا ابراهيم حوش البيت حوش البيت يا بيه. حوش يا ستي هاتلنا شفتي الحركه دي؟ شفتي يا ابراهيم سيبك من العد. ما تخافش يا ابراهيم مش اللهم صل على النبي بقى يا ولاد. بنقلب كده اهو نخلي التبن والبصله اللي في الغله تطلع معانا على وش الغله اهو. اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين تلاقي التبن بيطلع. لو معاكي تبنه معاكي بصله معاكي حاجه تطلع منها. عوني مره واثنين وثلاثه وبعد كده تجرف على الغله وتدعكي الغله. بسم الله ما شاء الله كده تدعكي كده الغله كويس. نضفيها طلعتي التبن منه كويس. قلبي حلو يا نغم عشان هي فيها تبن يام فيها تبن يام. اللهم صل على النبي يا اولاد اهي. قلبي كده ودعكي زي ما بندعك في الطشت كده اهو. واغسلي تاني وتالت يعني الغلق ده تغسليه مرتين ثلاثه زي ما انت شايفه معايا كده لان ده طحين وخزين. يعني اللهم صل على النبي الدقيق ده بيقعد معانا بتاع 4 اشهر ولا حاجه. فلازم تدعكي كويس كده وتنضفيه. طلع اللي عندي بره يا ابراهيم. اللي عندي هتغرق. اللي عندي هتغرق. طلع اللي عندي بره الميه جنب. ما تنزلوش الميه خالص. البنت عامله زي يا جماعه الميه بتبقى خلاص. مين؟ تعاون بقى وتطلع اللي انت غسلتيه كله. اللهم صل على النبي. جميل بقى بايديكي كده في قلب الميه. جميل بايديك. تطلع معاكي اي تبن اي حاجه بقى تطلع. اهي ما شاء الله. نصفي بقى الميه نصفي الميه خالص من الغلق وهتشكرها يا رب. هتشكرها نغسلها. استنى ما نسوي لهم ابراهيم لما يطلع. لازم تغسليها. احنا غسلنا الغله لازم تغسلي الشفار كده على كده كده. اغسليها كويس ونضفيها. بكونها على ويا ريت تجلبيها كمان. كده كده وتجلبيها. اللهم صل على النبي. بس كده اهو نفضي بقى فيه. خلص الكميه اللي معانا كلها بالشكل اللي انتم شايفينه معايا كده. اللهم صل على النبي. حد يمسك ليه؟ لا غني لا مش هنقدر نطلع وننزل كل شويه. طب انزلي ليه انت تلاقوا في بقى عشان نخلص معاكم دول. هي هتطلع انت بس يا ولاد عشان نعملهم معاك. والله انتوا ما مناقشات العائلة. يعني عشان نخلصوا بس ونطلع على طول. احنا مش عايزين نخلصوا احنا نطلع نعمل ايه؟ صلى على النبي يا ولاد. خلصنا خلاص المغرب أذن. تعالوا شوفوا معز ناصر. غنم نصر يا ولاد اهي. لا الجامع ناحية احنا كده يا ولاد بعد اذان المغرب اهو. المغرب ادنا. اللهم صل على النبي. شايفين الجو الناس بدات تدري السلاج يعني في ارض اهي معموله وما شاء الله ما شاء الله على الجو كده. اللهم صل على النبي عليه. السما كده اللهم صل على النبي. ده بقى خلاص يا ولاد المغرب كان نزل ليه نص ساعه بالظبط. ايه اللي اخرنا كده؟ اتاخرنا عشان الجو يبقى طراوه ما يبقاش في حر. الله يكسفك يا نغم. روح اسكتي يا بيت. الله يخرب عقلك يا بعيد. اللهم صل على النبي. استنينا لحد كنا طالعين من البيت حوالي الساعه 7 بحيث ان الجو برضه يبقى طره. انتوا عارفين الحر الشغله كده في الطراوه احسن. هنا كان حبه شمس لا فيه شجر حوالينا ولا كده. وزي ما انتم شفتوا الطريق معانا كده هنروح ننزل غلتنا ونبيتها وباذن الله ايه ننشف. اللهم صل على النبي يا ولاد. غسلنا الغله روحنا بيتها يوم. انا في الشتاء من بيتها يومين 2 في الشكاير. الشكاير ديت بتصفي الميه في الشتاء من بيتها بنرفعها على حاجه عاليه. طب ليه حته خشب كده مرتفع ونسيبها في الشكاير يومين 2 بلياليهم في الشتاء غير الصيف. انا خفت نسيبها دلوقتي تزرع. الجو حار الغله هتسخن. السخونيه مع الميه اللي فيها ممكن تخلي الحب يطلع زراعه. شفتوا الغله اللي بنعملها في الحلبه اللي بنعملها في العيد ممكن تعمل زيها. فعشان كده ما رضيتش ان انا ايه نسيبها يومين في الشكاير. فتاني يوم الصبح على طول فردتها زي ما انتم شايفين فرشه كبيره لان احنا الحمد لله والشكر لله عاملين كميه زي ما انتم شايفين. حبيتها معايا زي الفل. اللهم صل على النبي.
كل ساعتين بنجلبها مره. نشفتها من امتى لامتى؟ يعني احنا كنا الساعه 9 سبتها. بنقول لكم شايفين الشمس؟ اللهم صل على النبي. الشمس ايه؟ نار جهنم وبئس المصير. ربنا يكفينا ويكفيكم شر النار يا ولاد، يا رب يكفينا ويكفيكم شر النار. ففردنا الغله من الساعه 9 لما الساعه 12، وكل ساعه كده واحده من البنات تروح تجلبها، انا نروح نجلبها زي ما انتم شايفين، نجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. خلاص قلت لهم خلاص ده هتنيها كمان في الجياله في مكانها، ما احنا عمرنا ما هنقدر ننسف دلوقتي ولا نعبي دلوقتي. فروحنا لمين الفرشه على بعضها. قلت لهم شفتوني في الكاميرات بنلم الفرشه الجولي، لموا قصادي، ما انا مش عارف نلم لوحدي. لمينا الفرشه وطبقناها على الغله وسبناها لحد قدام المغرب. هتسمعوا كمالتها في الفيديو. اهم شيء تلمها وتغطيها عشان الشمس برضو ما تخبطش فيها تنشفها زياده عن اللزوم. الغله الحلوه اللي عايزه علامتها بيضه وزي الفل نشفيها نص تنشيف، ما تسيبيش الغله تنشف زي ما كنت غسلاها، انك تحط الحبه تحت اسنانك كده تكسريها تقطم معاكي، لا خليها حنينه شويه. الحنيه بتاعت الغله ديت مش بتطلع رده كتير، بتطلع لك قلب الحبايه البيضه بس، فاحنا متعودين على كده. هنلم غلتنا ونغطيها كويس ونرجع ان شاء الله كده قدام المغرب ننسف. شايفين بنفس المنظر اللي انتم شايفينه معايا ده. لمينا الغله يا ولاد وسبناها اللهم صل على النبي لحد قدام المغرب، يعني يمكن كان فاضل على المغرب ساعه. وغسله غله يعني لازم تنسفيها. انسفيها يعني ما انت غسلاها، مهما تكوني غسلاها لازم تنسفيها وتنجيها وتخليها زي الفل. ده خزين، ده اكل يعني ايه؟ يعني اكل بنعجنه. ممكن لو سبت فيها اي حاجه كده هتلاقيها يعني وانت بتاكلها تحسي بيها ان هي مش حلوه. فالحاجه اللي زي ديت عايزه نظافه. بنعمل فيها ايه؟ زي ما انتم شايفين كده. هاتوا الصبايا بتوعكم، شايفين الصبايا بتوعي؟ شايفين؟ دايما سابقنا على الشغل. الله يا اولاد يبارك لكم ويبارك لنا، يخلي لكم اولادكم كده واحفادكم ويرزقكم الخير. ربنا يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ويرزق كل بنت الزوج الصالح وكل ولد الزوجه الصالحه، ببركه الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك لكم في اولادكم واحفادكم وترزقكم الخير يا رب، يا رب ترزقكم الخير، توسع علينا وعليكم، تسترها مع اولادنا وتكفيهم شر اولاد الحرام وشر بنات الحرام، وما توجعهم يا رب في ايد حاكم ولا ايد ظالم، ببركه الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بنت بتعملي ايه يا هناء؟ زي ما انتم شايفين ناخد حبه غله وما تكتريش. شايفين كيان عايزه عايزه تحط زي في الطيش يا بنت ريحي ما فيش فايده. اللهم صل على النبي. بنحط الغله في الديار يا اولاد وندعكها بايديا. دعكانك بايدك ده بنزل اي حاجه فيها نعمه. احنا صلاه النبي زي ما انتم شفتوا كده في الاول غسلينها ومخلينها زي الفل. طب انت بتنجي ايه يا هناء دلوقتي؟ صراحه ربنا وانا بنغسلها كان فيها زي حصوايه كده فما بشتش في الميه، فقلت للعيال هنقعد وننجي زي اللي بننجي رز زي ما انتم شايفين كده. قعدت نفر فيها واحده واحده ننسفها. اللهم صل على النبي. لو تبنايه بقى بتطير من نسفان، لكن الحصوه لازم تفر بايدك كده زي ما انت شايفه معايا. اللهم صل على النبي كده. شايفين؟ نهز وننتج ونبص فيها، نهز وننتج ونبص فيها. وده يا ولاد النسيف. انتوا عارفين اهالينا زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا دقيق من الطحنه اللي قبلها ويحطوا على الغله في الدياره ويدعكوا الغله بدقيق. ايه يا جماعه؟ يقول لك لا عشان لو فيها عفره تتشال في الدقيقه الحبه الغله تبقى نظيفه وزي الفل. يعني شايفين تفكير اهالينا زمان؟ بيقول لك زمان كانوا ماشيين بالبركه، كانوا مش يعني ما فيش زي اليومين دول لا سيراميك ولا بلاط ولا ده ولا دي، بس كانت الحاجه عندهم احلى حاجه. هنا هبه بتقول ننجي ايه يا ماما؟ قلت لها هتلاقي حاجات زي ديت نجيها ما تسيبيش فيها ولا واحده. والله انا ما عدت شايفه بالنضاره كمان ولا شويه كده وهتلاقوني جرحت النضاره خالص. لا بيها ولا من غيرها. خلي بالكم التركيز بيعمل يخلي عينيكي كده مزغلله، وبالذات النظر الضعيف اللي زي نظري كده. فيلا كل شويه ماما قوم وقلت لهم لا والله هنتنيني معاكم ايد على ايد يا اولاد بتساعد. وبدانا ننجي فيها وننضف فيها كده زي ما انتم شايفين. دول العروستين دول طبعا احنا عايزين الديرات الكبيره. عندنا مناخل صغيره كده اللي مقطوع واللي سليم، قلت لهم هاتوا لهم كل واحده واحد يعملوا بيهم عشان لو ما جبناش لا احنا هننسف ولا هيسيبونا في حن. صلاه النبي على كان دي يعني عندها استعداد تجيب تراب من اللي حوالينا ده تحطه لنا في الغل. هي عايزه دماغ. اهي خليت نغم جابت لها الصغير ده قلت لها يلا تعالي افرحي هنا اهو وقعدي اعملي بقى وسيبوا ماما تعمل بالديار. فخليكم دايما كده مسايسينهم. احنا هنعمل ايه؟ الضرب يا اولاد والله ما بيجيب نتيجه. مهما تضربي ومهما تعملي هم شايفينك بتعملي حاجه عايزين يعملوا زيك. فيلا ربنا يهديهم ويصلح حالهم كده ويصلح حالهم جميعا يا رب. وعماله نقول لها تعالي فريحي تعالي فريحي ما فيش فايده، راح تجيب شكاره نعبي فيها. فلازم تعودي نفسك على النظافه. انا بنشوف ناس تغسلها وتيجي لماها وتيجي منشرها وتيجي لماها ومعبيها على طول. لا احنا تعودنا على كده.
غله يعني غسيل، يعني نسيف، يعني نجاوب بايدك كده زي ما انت شايفه. والله العظيم خدنا فيه اكتر من ساعتين 2. يعني المغرب اذن وبعد المغرب بشويه واحنا قاعدين زي ما احنا في نفس المكان. والله كان نفسي، قلت لهم هنعمل بس لقيت الجو ضلم، الوقت مش مساعد، فقلت لا كده كده ايه هتنزل في الفيديو. فاللهم صل على سيدنا محمد. لازم زي ما بنقول لك كده نظفيها وظبطيها. اهالينا زمان زي ما قلت لكم كانوا بيجيبوا الدقيق ويدعكوا الغله بالدقيق. يعني صراحه ربنا كان هنا ابراهيم بقى عمال يتريق ويعمل الله يا ولاد ربنا يديم علينا كده الستر من عنده يا رب، تسترها معانا ومعاكم يا رب. هنخلص بقى الغله كلها بالطريقه ديت ونعبيها في شكاير تاني ونربطها ونسيبها نطحنها على طول وما تغيبهاش. والغله مش عايزه تنشف قوي. كان جاله سؤال قبل كده، حاجه هناء انت بتخزني الغله ازاي؟ انا بنخزنها يا ولاد بالاجراس. عارفين الاجراس اللي هي البخور اللي هي الناس بتاخدها ديت، اللهم احفظنا واحفظكم كده يا رب، اللي هي ايه الاجراس السامه دي. انا بنلفها في منديل ونحطها في الغله في قلب البرميل. نيجي نطلع الغله نشيل الجرس بمنديل زي ما هو بيكون خلاص اتحلل بقى زي التراب زي البودره، ونرميه ونغسل الغله. احسن من البودره اللي بتشتريها. البودره بيبقى لها ريحه، بتحس كده ان الغله بتبقى عايزه تتغسل كويس وبتخلي الغله مدهننه معاك، تحس ان الغله مدهننه. والله العظيم صراحه جربتها سنه من ساعتها ما بنعمل بالبودره دي خالص. هي الاجراس اهم شيء، ما تلمسهاش بايدك ما تلمسهاش ببوجك. انا بناخد الجمع اللي فيه الجراس نحط في المنديل على طول من الجمع للمنديل ونلفه ونحطه في قلب الغله، ما بيعملش اي شيء. غسيل غله يعني غسيل براميل. يعني قلت بقى يلا ماتش النهارده زي ما تقولوا قول. علقت الخرطوم كده زي ما انتم شايفين، خدت الطاولات بتاعت العجين طبعا بترش دقيق وبتعملي بيعمل فيه. قلت بالمره هي النهارده كده ايه حميه العيد الكبير. ادخلي يا بت على البراميل على الواح على الطبالي. والله العظيم يا ولاد وخدت تحت السلم وحيطان السلم. يا ماما انت ما صدقتي؟ قلت لهم بصوم عرس جنب طهور يلا كله مع بعض. مسكت البراميل كده بالخرطوم وهننضف تحتها وحواليها، مش هنخلي الدقيق. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. والله العظيم يا ولاد شايفين الصيف والحر ده كله الحمد لله والشكر لله، لا سوسه ولا دوده في الدقيق. بس برضو لازم نعمل كده، نمسك البراميل نغسلها كويس قبل ما نعمل الغله، قبل ما نطحن كمان ونكفيها الصفه، وقبل ما نحط فيها الدقيق بنكون منشفاها كمان بقماشه نظيفه. نمسك البراميل بها من جوه ننشف ونكبس الدقيق فيها تكبيسه في السليه. لحد النهارده الحمد لله والشكر لله يعني الغله الجديده دي اول طحنه لنا منها. بنكبس الدقيق كويس نحطه كده تحت السلم في البراميل ونغطي عليه ما شاء الله لحد النهارده زي الفل. طيب هنعمل ايه؟ هنمسك البراميل بتاعتي نغسلها من جوه ومن بره بسلكه وصابون، ونمسك البراميل بتاعتي دي نكفيها ونسيبها لما تنشف خالص، تبقى البراميل نظيفه حاطه الدقيق فيهم يبقى زي الفل معاكي. كل شويه كده نجيب رش على الطاولات او الواح اللي مقطع على العجين عشان الدقيق اللي عليها ده يبوش معايا ما تاخدش دقيق كتير. ومسكت البراميل كلها وتحت السلم يا ولاد حاطه الطاوليه بتاعت الخبيز الطبال اللي بناكل عليه زي ما قلت لكم كده ايه مره واحده اهو. اغسلي كده وظبطي وخلي مكانك زي الفل. انا متعوده على كده. يوم نكون هنغسل غله نشور نمسك كل حاجه كده نديها شاور كده ونظبطها اهو. برميل صغير برميل كبير اللي موجود عندك. وخلي بالكم الخزانات دي ممتازه في الدقيق. انا كنت بنحط في شكاير لو حبه ميه اليوم تحت الشكاره بتبص تلاقي ارضيه الشكاره الدقيق اللي فيها خضر وعفن وطلع على اللي فوق. فدول بيحفظهم صراحه. يعني ساعات البنات يغسلوا السلم يعملوا تلاقي الميه نازله من على السلم داخله تحت السلم. البراميل ديت العظم بتاعها ما شاء الله عليه اكيد كلنا عندنا منها. احنا هنا بنسميها خزانات يعني بخزنوا فيها. ناس بتحط فيها الرز احنا بنحط فيها الدقيق. والله ناس بتحط فيها مش يا ولاد زي البرميل اللي قدامي دي بيملوه جبنه على قديمه على مش، فتحس ان هم بينفعوا لان العظم بتاعهم متين وبيستحمل. فهناخدهم كده صلاه النبي زي ما انتم شايفين معايا غسيل ونكفيهم ونخلص كده بنشدهم بره وننشف تحت السلم كويس وندعكه ونخليه زي الفل. ونرجع نعمل ايه نكفيهم تاني الصف. خلصت كده اللهم صل على النبي البراميل. خدت اللي الواح انا عندي 3 ولا 4 يعني بس انا غسلت برضو 2 معاكم عشان ما نطولش عليكم. حته سلكه وما تعمليش بايدك دي ممكن تكون حته عجينه ناشفه حبه دقيق ناشفين. ربنا يا ولاد يسترها علينا وعليكم يا رب. خلوا بالكم وجع الطروف دي صعب. يعني انا الحمد لله والشكر لله صبعي لسه جاي ايه يتحسن بس بعد ايه بعد ما شلت ناحيه من الضفر بحالها بالقصافه كده ومسكتها قصفتها وبقيت نعصه بتدين وننضفه ونطهره صراحه ربنا الحمد لله والشكر لله. فحذري وانت بتعملي اوعي ايديك تيجي لمه الخشب
ولا يمة الدقيق بالسلكه كده، واعمل فيها حبه، سيبي عليهم الميه بتبوشوا في ثواني. طيب الميه شايفين؟ يا بنت رجعت الزحلقه تقول لي بنحط لكم ميه يا ست. فاللهم صل على النبي، مش بنسيب الميه كتير اهو، مفيش دقيقتين اتنين ومن شايله اللوح وسايباها من الصف. السلكه نعمت مني، قلت لها هاتي كمان حته سلك وامسكي بقى اللي الواح لمعيه حماها كده حميه العيد الكبير اهو، شايفين؟ خلاص كده بقى زي الفل. كفيه الصفه، مفيش ساعه تلاقي صفه ميه. خلصت الالواح كلها، خدت الطبليه ديت، خدت الطبليه الصغيره كمان بالمره، المشنه اللي بنطلع عليها العيش. والله العظيم يا ولاد ظبطت الدنيا، ومسكت بقى الميه كلها بالمساحه، وربنا كرمنا الحمد لله والشكر لله. الله يرحمه الحج ويسامحه ويجعله في الجنه ونعيمها يا رب. الله يجعله في عليين مع الانبياء والصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. في بلاعه يا ولاد هنا ورا الفريزر، فكان عامل الحته ديت ما كانش بقى يعرف الكلاكيع اللي احنا هنحطها دي كلها، كان تغسلوا سجاد تغسلوا حوص، تبقى عندكم الحته ديت واسعه. بس صراحه ربنا لما زي ما انتم شايفين براميل والواح وانابيب، الفريزر، ثلاجه، كله فيه صراحه ربنا يعني واخده بزياده. فاحلى حاجه فيه البلاعه، نسحب الميه ونغسل ونعمل اللي انا عايزاه كله، ونشد على البلاعه تنزل على المجاري. فده فضل ونعمه من عند ربنا، الحمد لله والشكر لله. ربنا كده يوسع علينا وعليكم. بننقل الحاجه نمسح تحتها ننقلها مكانها تاني. وجبت بعد كده قماشه ورحت ماسكه المكان كله منشفاه، وكافيه البراميل تاني بعد ما نكفاها كده مره وكده مره عشان تتهوى معايا. والله بقى تحت السلم خدته بالسلك. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو بتاعنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.